عسلامة. رواية الطلياني للكاتب التونسي شكري المبخوت. تتحدث الرواية عن التحولات السياسية والاجتماعية في تونس في أواخر عهد بورقيبة إلى بداية حكم بن علي، من خلال شخصية البطل اليساري عبد الناصر الطلياني. لقب عبد الناصر بالطلياني لجمال شكله وملامحه. ينحدر من عائلة عريقة، وتميز بتمرده عن العادات والهيمنة العائلية. دخل الجامعة وأصبح مناصرا للفكر اليساري الثوري وقيادي فيها، مناضل حتى أنه منع نفسه من النجاح ليستمر نضاله في الجامعة. تعرف على زينة بنت الشعب الفقيرة وتتطور العلاقة بينهما. في الرواية حديثنا الكاتب عن هيمنة السلطة واستبدادها وتسلطها، عن الظلم والتخلف والاستغلال والفقر. عبر الكاتب بكل أريحية عن عصر السقوط، سقوط الخطابات والاتجاهات السياسية والأحزاب سواء اليسار أو اليمين. رسالة الرواية واضحة: اليسار اهتم بتحرير المجتمع من ظلم الدولة، لكنه تجاهل تحرير الفرد، وهذه مشكلة عبد الناصر. بالنسبة لي الرواية تتحدث عن سقوط حكم بورقيبة وانقلاب بن علي، لكن حسب رأيي اكتسبت معناها أكثر بعد 2011 بسقوط الشعارات وكثرة الأكاذيب. شكرا على المتابعة، ويمكنكم الاشتراك في القناة.